على قد توقعاتك على قد الخازوق اللي هيجيلك بعد كده. كل ما توقعاتك كانت اعلى كل ما الصدمه كانت اجمد بكتير، سواء كانت توقعاتك في شريك حياتك او توقعاتك في صاحب عمرك. توقعاتك وانت داخل مشروع في بالك انه هيخليك اغنى واحد في العالم. كل ما توقعاتك كانت اعلى كل ما صدمتك في المشروع هتكون صعبه جدا. حاول دايما تقلل سقف توقعاتك عشان تقدر تتعامل مع الواقع، لان الدنيا مش ورد زي ما انت فاكر، وفيها فوق وفيها تحت. فحاول بقدر الامكان تكون متاقلم ان زي ما في فوق في تحت، ودايما هيئ نفسك للخساره اكتر من المكسب. طب لو جه المكسب خير وبركه، طب لو جت الخساره كده كده عاملين حسابك. ما تديش لحد سرك، لان السر ده بيكون هو الخنجر اللي بيتحط في ظهرك في اول مشكله. لو انت شغال في السيلز وعندك توقعات كبيره جدا في عميل او اتنين انهم هيشتروا ويغيروا لك حياتك، حاول تنزل على ارض الواقع وتقلل توقعاتك دي. حاول تعمل اللي عليك 100% وما تاثرش في اي حاجه، وسيب النتائج دي لربنا. وصدقني ربنا مش هيخذلك ابدا. ممكن توفيق ربنا ما يجيش بالظبط اللي انت كنت بتتمناه، ولكن صدقني هو بيجي على قد ما انت تستحق. ولو عايز تغير حياتك وطريقه تفكيرك للافضل تابعني.